للمدارس حضريه، ويا ريت نعمل كمية كبيرة ونشيلها في الفريزر، هتبقى حلوة قوي للمدارس وجاهزة معاكي. نسمي الله ونصلي على الحبيب. متنسوش لايك واشتراك في القناة ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. والأول مرة يشوف قناتي يعني اسمي سما عمر. النهاردة هنعمل الفينو بطريقة بسيطة وسهلة حلوة قوي، مقاديره غير مكلفة، وهنعمل ممكن تعمل منه كمية كبيرة وتبقى ايه جاهزة كده للمدارس. شايفين جميل ازاي؟ مفتوح وقلبه كده فاضي كده وهش وزي العسل. معايا كده جبت بولة كده فاضية، هحط فيها معلقة كبيرة من السكر، هحط فيها كمان معلقة كبيرة من الخميرة او ظرف خميرة بالشكل ده. كمان جبت كوباية مية دافية، وهدوب المكونات دي معانا، وهجيب ربع كوباية زيت افضيه برضو عليهم، وادوبهم كده مع بعض، اقلبهم واسيبهم من 5 دقايق ل10 دقايق. بس انت تتأكدي ان الخميرة تتفاعل معانا. متأكدة منها عادي ممكن تحط الدقيق على طول. بعد ما عدى 10 دقايق بنزل كده ب4 كوبايات من الدقيق. تمام، 4 كوبايات من الدقيق بالشكل ده. بنزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة كده ملح، وهنزل بمعلقة من البيكنج باودر. تمام، واقلب بقى المقادير بتاعتي كده، ابدا اعجن. وان احتجت بقى ميه دافيه احط، عايزه تعجني بلبن خالص حطي نص لبن ونص ميه زي ما انا هعمل دلوقتي. انا هحط نص ميه ونص لبن بالشكل ده، برضو يكون لبن دافي بسيط. احط شويه بشويه بقى لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه، واشوف لان مش كل دقيق زي بعضه. كده انا خدت قد ايه؟ خدت كوبايه وربع من الميه او من اللبن. العجينه بقت جاهزه معانا بالشكل ده، بسيبها بقى تختمر معانا. بعد ما بتختمر معانا بتبقى بالشكل اللي قدامكم ده. اهي اختمرت معانا زادت الضعف. تبدأ بقى ايه تقطعيها حسب الرغيف اللي انت عايزاه. يعني لو عايزة رغيف الفينو كبير هتقطعي قطع كبيرة، عايزة رغيف الفينو تكون صغير كده زي الميني فينو الصغير ده تقطع برضو قطع صغيرة. فانا هعمله صغير فهقطع قطع صغيرة زي ما انتم شايفين قدامكم ده. يعني ال4 كوبايات دقيق عملت معايا 20 رغيف من الفينو. تمام، ابدا افردها، اخد قطعه كده بقى وافردها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بفردها بروح جايه ايه لفاه كده رول، وابدا اقفله بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقفله بقى من الجناب واظبط الاحراف بتاعته كده عشان ما يجي يستوي او يخمر معانا تاني. الاحراف ديت المتفتحه ديت ما تفتحش الفين وتبقى شكله مش كويس، فلازم تقفليه كويس جدا. شايفين بقفله كده وببرم لحد ما اتاكد ان الفتحات دي بقت خلاص اتقفلت. التاني بقى بروح جايه برماه على طول كده، ببرمه كده رول من غير ما انا افرده. والطريقة احسن واسهل بكتير. بتبرمي بقى على طول كده، شايفين على طول من غير ما انت تفردي بقى وترجعي تبرمي تاني. انا بفضل الطريقة بتاعت الفينو ديت ان انت تاخدي القطعة وتروحي جايه برماها كده لحد ما تتحول معاكي رغيف فينو. ده بتبقى اسهل بكتير. اسيبه بقى يختمر معانا تاني حوالي 10 دقايق لحد ما زاد الحجم زي ما انتوا شايفين كده اتضاعف معايا. ببدأ ادهن الوجه بتاعه بحليب بس من غير اي اضافات. ابدأ ادهن الوجه بتاعه بحليب. عايزة تسيبيه سادة سيبيه، عايزة ترش عليه بقى كده سمسم كده بسيط رشي عليه. انا عندي سمسم فحطيت عليه سمسم، ممكن تسيبيه سادة. طبعا الفرن سايباه يسخن، مشغلاه وسبته يسخن معانا علشان الفينو ما ياخدش معانا وقت ويستوي على طول وما ينشفش. ده الافضل يعني. وياريت يكون على درجة حرارة عالية على الرف الوسطاني. لو الشواية والفرن بيشتغلوا معاك على طول تمام، ما بيشتغلوش زي حكايتي هتعملي ايه؟ هتولعي الشواية من تحت، الفرن من تحت لحد ما ياخد لون، وبعدين بتطفي وتولعي الشواية ياخد لون من فوق وخلاص كده. واول ما بيطلع وهو سخن، اول ما يطلع على طول تغطيه على طول عشان ما ينشفش منك ويبوظ. تمام، شايفين جميل جدا وحلو. اعملي كمية واحتفظي بقى في الفريزر، وتطلعي بقى حسب الاكل او حسب اللي انت عايزاه. اول ما بيفك معاك بيرجع يطرى اكنك انت لسه خبزاه بالظبط. جهزيه يلا عشان المدارس فاضل عليها ايام بسيطة. تكون عملتي لأولادك وتحشيه بقى جبن، تحشيه حلاوة، تحشيه زي ما هما لا الحاجة اللي هما بيحبوها. هنفتح واحد كده وهنشوف قلبه عامل ازاي من جوه. شايفين جميل جدا. استنى بقى تعليقاتكم واستنى اللايك والشير. اللي معملش اشتراك يعمل اشتراك، وياريت تشيروا الفيديو. سلام.